السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأكارم من الفضاء الإرترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس الأفريقي يلتقي في جنوب السودان. وزيرة العدل تلتقي قضاة ولجان الصلح في الإقليم الجنوبي. تخفيف نقص الفصول الدراسية في مندفرة. مقتل ما لا يقل عن 25 جنديا في معارك عنيفة في مالي. بيونغ يانغ تطلق مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحار. وجونسون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل فخامة الرئيس أفورقي في 2 أكتوبر وفي جمهورية جنوب السودان برئاسة الوزير في مكتب الرئيس مايكي إيبيدينغ. وقدم وفد جنوب السودان في اللقاء الذي جرى بعد حل رسالة من الرئيس الفاكير ميارديت إلى الرئيس أفورقي. وأشارت رسالة الرئيس الفاكير إلى دعم شعب حكومة إرتريا لشعب ونضال جنوب السودان، مؤكدا عمل بلاده للتعاون الأخوي والبرامج المشتركة. وأكد الرئيس أفورقي دعمه للمبادرات التي تتخذها جنوب السودان لتطوير علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي الإقليمي في مرحلة السلام والتعاون الراهنة في المنطقة. وزار في جمهورية السودان عقب اللقاء سد طقر المشيد بالقدرات المحلية. زارت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الآنسة أرسولا مولر إريتريا يومي 30 من سبتمبر والأول من أكتوبر. والتقت الأنسة أرسولا خلال الزيارة وزيرة الصحة أمينة نور حسين، ووزير الزراعة السيد رفعين برهي، ووزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآب، ووزير التنمية الوطنية الدكتور قرقيش تغلى ميكائيل، ووزير الإعلام السيد يماني قبر مسقل، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخا ميكائيل. وبحثت الأنسة أرسولا مولر في اللقاءات البرامج المسيرة بالشراكة بين إريتريا والأمم المتحدة والتعاون المستقبلي. وتفقدت الأنسة أرسولا سرية محبش والمركز الصحي في علب العدة، وهنأت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة الآنسة أرسولا مولر في التصريح الذي أدلت به لوسائل الإعلام المحلية على اتفاق السلام والصداقة المبرم العام الماضي بين إريتريا وإثيوبيا، وكذلك التطورات الإيجابية في القرن الإفريقي. وقالت أن زيارتها لإريتريا هدفت بحث الشراكة والتعاون بين إريتريا ومنظمة الأمم المتحدة لتنفيذ برامج التنمية التي أطلقتها إريتريا في أجواء السلام الحالي. التقت وزيرة العدل فوزية هاشم بقضاة المحاكم الأهلية ولجان الصلح في الإقليم الجنوبي، ودعت للدفع بالمشاركة المجتمعية لدورها في تنمية القيم. وأوضحت في اللقاء الذي جرى في الأول من أكتوبر بمدينة مندفرة أن المؤسسات المقامة على الأساس المجتمعي تعمل للحفاظ على ترابط وئام الأسرة والمجتمع وتنمي القيم البعيدة عن الأنانية والفردية. وقالت إن لجان الصلح في مجتمعنا خيار مطلوب لحل الخلافات وجزء من عرف الأسرة والمجتمع، وله دور كبير لحل القضايا، ويجب العمل المنسق للحفاظ على قيم المجتمع ونقلها للأجيال. وشرحت دور لجان الصلح لابتعاد الأجيال عن الظواهر السالبة وحل القضايا سريعا. وتوجد في الإقليم الجنوبي 105 محكمة أهلية ولجان الصلح في كل مديرية. تم بناء 23 فصلا إضافيا في 5 قرى مديرية مندفرة بتكلفة حوالي 4 مليون نقفة بمبادرات السكان لتخفيف نقص الفصول الدراسية. أوضح مسؤول مكتب وزارة التعليم في مديرية مندفر الأستاذ قرز قهر التولدي أن الفصول الدراسية التي بدأت الخدمة شيدت في مدارس نوح زبان وأرقات مخرم وكد فلاسي وعد برهان وعدي قعبو، وبناء الفصول الإضافية ارتقت مدرستي نوح زبان
أرجيت مخرم إلى المرحلة المتوسطة، وحل نقص الفصول في مدرسة كودافلاس الابتدائية والمتوسطة. وأشار مدير المدارس أن مقاطعة التعليم بسبب نقص الفصول الدراسية قد وجدت الحل، وطالب السكان الذين وظفوا طاقاتهم وأموالهم لبناء الفصول الدراسية وزارة التعليم لسد النقص في الأثاثات المدرسية. توجد في مديرية مندفرة 13 روضة أطفال و14 مدرسة ابتدائية و7 متوسطة و3 ثانوية. عقد اجتماع في مديرية أفعبت تناول أوضاع الخدمات الاجتماعية في 14 ضاحية عامة وخاصة المشاركة في التعليم مقارنة مع انتشار المدارس. وأوضح مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب أن الدراسات التي أجريت بيّنت وجود حوالي 13 ألف طفل في بداية التعليم النظامي، ويتطلب إرسالهم إلى المدرسة الجهد المشترك خاصة أولياء الأمور لتعزيز متابعتهم ومراقبتهم. وحول إصحاح البيئة ودوره لصحة المجتمع أن برامج إصحاح البيئة المجتمعية لها نتائج مرضية، داعيا لرمي النفايات في المكان المخصص لها ومراقبة المواد الاستهلاكية المنتهية صلاحيتها خاصة الغذائية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ محمد علي إدريس أن الجهود تبذل لتعليم الأطفال غير المنضوين في التعليم، وأن خطة فتح مدرسة ثانوية في قلامس سيعمل لرفع المشاركة في التعليم خاصة الإناث. وأشادت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة فاطمة الحاجة بلجان تأهيل المعاقين التي خدمت ل20 سنة، وقدمت توضيحا لإعادة تنظيم لجان تأهيل المعاقين والمسنين. وطالب الاجتماع لتقوية أنشطة التوعية الخاصة بالتعليم وتعزيز متابعة مسؤولي المدارس وتجهيز أماكن رمي النفايات. تلقى 90 كادرا صحيا في القرى ومسؤول المؤسسات الصحية في مديرية حقات دورة تأهيلية لمكافحة الملاريا وضعا في الاعتبار غزارة الأمطار هذا العام. وأحابت الدورة التأهيلية التي نظمت ل3 أيام لدفن البرك والمياه الآسنة الملائمة لتكاثر البعوض والقيام بأنشطة النظافة المستمرة واستخدام الناموسيات لمكافحة الملاريا. وتضمنت الدورة التعريف بالمعدات الجديدة لتحاليل الملاريا وأساليب التحاليل وكيفية العلاج وحفظ الأدوية والمعدات، إضافة إلى إعداد التقارير لوكلاء الصحة في الريف. كما تم تقييم الأنشطة المنفذة لمكافحة الملاريا وبحث المميزات والقصور والتوصل إلى تفاهم لخلق فهم مشترك لإزالة القصور. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في المديرية الممرضة قبر مسأل قبر هيوت ومسؤول إصحاح البيئة السيد موسى قبر هيوت أن وزارة الصحة وظفت كامل قدراتها لمكافحة الملاريا. من جانبها قالت مدير مديرية حقات السيدة آمنة حاج عثمان لقد تم التعرف على المميزات والقصور بدقة وعلى الشعب عامة ووكلاء الصحة في القرى والمهنيين الصحيين العمل المنسق. وأكد المشاركون في الدورة التأهيلية إلى أن المعدات الطبية الكاملة ستساعد لإنجاز مهامهم بكفاءة. تلقى الشباب المتدربين مهنيا في الفترة من شهر فبراير 2018 وحتى مايو 2019 في دورتين في مركز التدريب المهني بمدينة أغرداد دعما بأدوات العمل. وقال مدير مركز التدريب الأستاذ عثمان عبدو أن الدعم شمل أدوات العمل المجالات الكهربائية والإلكترونية والري والمجاري والبناء وأشغال الفخاريات لمساعدة الشباب المتدربين ل6 أشهر في عملهم. وأوضح أن بعض المتدربين قد افتتحوا الورش الخاصة بهم ويتطورون في العمل. من جانبه أوضح مسؤول متابعة التدريب المهني والفني في إقليم القاش برك الأستاذ محمد حسن أن البرنامج هدف إلى تمكين الشباب للاعتماد على أنفسهم. وأكد المشاركون في التدريب على العمل لتطوير قدراتهم والمساهمة في برامج التنمية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى الأنباء العالمية. قتل ما لا يقل عن 25 جنديا ماليا و15 جهاديا في معارك عنيفة دارت بين الطرفين في وسط مالي بحسب ما أعلنت الحكومة المالية.
وقالت الحكومة في بيان إن حوالي 60 جنديا لا يزالون في عداد المفقودين إثر المعارك التي اندلعت عقب مهاجمة الجهاديين معسكرين للجيش في وسط البلاد. وهذه واحدة من أعصى الضربات التي يتلقاها الجيش المالي منذ شهور، وهي ضربة قاسية أيضا للقوة التي شكلتها دول مجموعة الساحل الخمس، والتي تقع تحت إمرتها إحدى الكتائب المالية التي هاجمها الجهاديون. ولفت البيان إلى أن المعارك أسفرت أيضا عن إصابة 4 جنود بجروح، وأن الجيش مني خلالها أيضا بخسائر فادحة في العتاد، مؤكدة أنه تمكن بالمقابل من استعادة السيطرة على المعسكرين الواقعين في كل من بولكيسي وماندورا، وهما منطقتان تبعدان عن بعضهما البعض حوالي 100 كيلومتر. وتضم عمليات برخان لمكافحة الجهاديين نحو 4500 عسكري فرنسي ينتشرون في 5 دول في منطقة الساحل: مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا. أطلقت كوريا الشمالية باتجاه البحر مأذوفين يرجح أنهما صاروخان باريسيان قصيرا المدى سقط أحداهما على ما يبدو في المنطقة العصارية الخالصة لليابان، في تجربة تأتي غداة إعلام بيونغ يانغ عزمها استئناف المحادثات النووية مع واشنطن. وقالت رئاسة الأركان الكورية الشمالية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم مأذوفين مجهولين من وونسان باتجاه بحر الشرق الذي يطلق عليها أيضا اسم بحر اليابان. وفي طوكيو أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن الشمال أطلق مأذوفين سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة العصارية الخالصة لليابان. ولفت المتحدث إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لتقرير كيفية الرد على إطلاق النار. ولم ترد في الحالة تفاصيل أخرى عن هذه التجربة الصاروخية التي تعتبر الأحدث في سلسلة تجارب أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا، وتبين أنها اختبارات لصواريخ باليستية قصيرة المدى. وكان الشمال أعلن في سبتمبر أنه اختبر بنجاح راجمة صواريخ ضخمة. وتأتي هذه التجربة الصاروخية غداة إعلان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي أن بلاده وافقت على عقد محادثات مع واشنطن على مستوى فرق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن اتفاق بريكسيت الذي سيقدمه للاتحاد الأوروبي هو تنازل من جانب المملكة المتحدة، داعيا الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازل بدوره. وأكد في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الأيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل. وتابع أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 من أكتوبر الحالي، بغض النظر عما سيحدث مع أو دون اتفاق. ويواجه رئيس وزراء بريطانيا صعوبة في تذليل العقبة الرئيسية في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. ولم ينجح الطرفان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تجنب العودة إلى قيود صارمة على الحدود من حالة لم يضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل الحفاظ على سلاسة المعاملات التجارية. الخبر الأخير في هذه النشرة: عرضت مصر تابوتا أثريا مذهبا أعيد إلى البلاد الأسبوع الماضي من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بعد أن قرر محققون أمريكيون أنه من الآثار المنهوبة. التابوت يضم مومياء نجم عنخ، وهو كاهن عاش في العصر البطلمي قبل حوالي 1000 عام. وعرض التابوت في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، حيث حضر مراسم العرض القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة. ويرجع تاريخ التابوت المزين بدقة والمنقوش عليه اسم الكاهن نجم عنخ إلى القرن الأول قبل الميلاد. وأمر التابوت برحلة تهريب طويلة تنقل خلالها عبر دول عديدة نفذتها شبكة دولية لتهريب القطع الأثرية والفنية، قبل بيعه منذ عامين بوثائق مزورة لمتحف المتروبوليتان في نيويورك مقابل 4 ملايين دولار.
بهذا الخبر مشاهدينا الأكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.